هناك أدلة تدل أن ملف استضافة جنوب إفريقيا لكأس العالم شهدت دفع رشاوى، وجنوب إفريقيا هي أحد أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أيضا الشوائب ألمت بانتخاب رئيس الفيفا في عام 2011، ومن المتورطين أعضاء ساميين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عملية. أولا الاتهامات الخاصة هي الاتهامات الخاصة بالرشوة طبعا، ونتكلم على المتهمين الذين قاموا باستغلال نفوذهم لجني الأرباح، والعقوبة القصوى يمكن أن تصل إلى حد 20 سنة سجن. نحن نريد من السلطات السويسرية أن تساعدنا على نقل هؤلاء المتهمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هي الخطوة الثانية في مجال التحقيقات. لقد طال هذا العمل أو استمر لعدة سنوات. اليوم توج مردودنا بالنجاح. هو يوم سعيد لكل محبي كرة القدم، وهو يوم سعيد لمعركتنا ضد غسيل الأموال واستغلال النفوذ. أردتم أن تسميوه كرة القدم أو السكر مثل ما يحلو الأمريكان تسميته، فأن كل محب لكرة القدم وكل من يعشق كرة القدم من اليوم فصاعدا وقع القضاء على الفساد، ووصلنا إلى الفاسدين.